بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا بمناسبة العيد، كل عام وانتم بخير، نعمل اكلة جميلة كده، اللحمة والكوارع والممبار. تعالوا النهاردة نعمل اكلة كوارع بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. هنجيب الكوارع اللي احنا هنطبخها بعد ما غسلناها غسيل كويس قوي ونضفناها وعدنا عليها. بنسلقها الأول في مية ونرجع نتخلص من المية اللي احنا سلقناها أول مرة فيها. بعد كده بنبتدي نحطها في الحلة بتاعتنا ونضيف عليها مية جديدة كده زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي. ممكن الكوارع بالذات او الكرشة لما نيجي نطبخهم مية كده نغليها 5 دقايق ونتخلص منها ونرجع نضيف مية جديدة للطبيخ. بنضيف طماطماية وبصلاية، ورق لورا، فلفل اسمر في مية السليق اللي احنا هنستخدمها، وهنسيبها بقى كده على النار تاخد راحتها لحد ما تدخل في التسوية معانا، وتبقى ما شاء الله. يعني انا بحب الكوارع بالذات تبقى مستوية قوي عشان تاكلي الكوارع وتستمتعي بيها كده وتبقي اكلتي اكلة كوارع معتبرة. لازم تكون الكوارع مستوية قوي قوي قوي. لما بتكون شادة معاكي في الاكل بيبقى طعمها مش هو الطعم المطلوب، لكن لما بتستوي بتاخد من الصلصة بتاخد من البهارات بيبقى لها طعم بصراحة جميل. لما الكوارع بتستوي بنضيف الملح كده زي ما احنا شايفين في اخر التسوية، والملح حسب ما انتي بتحبي في الاكل. تعالوا بقى يا حبايبي بعد ما استوت كده نجهز بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا هنضيف الكوارع فيها في الصينية. معنا حوالي نص كيلو طماطم، ومعنا 4 بصلات كبار و10 فصوص توم. هنضرب كل المكونات ديت في الخلاط، وبننقل الكوارع اللي احنا طبخناها في الصينية كده زي ما احنا شايفين، وبنصب عليها الخلطة بتاعة الصلصة بتاعتنا، وبنسيبها بقى تتشرب من الصلصة بتاعتنا دي. وبنكون سلقين حمص، ما بنعملهاش بقى صينية بالبطاطس ولا حاجة، جربها بالحمص كده ما شاء الله والله جميلة وطعمها حلو. بعد ما ضفنا الحمص كده على الكوارع زي ما احنا شايفين بنسيبها تاخد وتدي على مع نفسها كده على البوتاجاز، وبنضيف البهارات اللي احنا عاوزينها. انا هنا ضفت كمون وفلفل اسمر، اللي عايز يزود شطة يزود حسب ما بيحب في الاكل. طبعا بقى احنا لما نيجي نزود الصلصة بتاعتنا هنزودها كرنبين شوربة كده من شوربة الكوارع اللي احنا عاملينها. طبعا شوربة الكوارع ما تتعوضش. وبنضيف الملح اهوت يا حبايبي، لان طبعا احنا قلنا خلاص هي كده استوت، وحبيتين حبهان. ونسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها كده وتزيد في التسوية على البوتاجاز. شوربة الكوارع لما بنزيد بيها صينية الكوارع بتديلها طعم وريحة ما شاء الله، وبتخلي طعم الصلصة والحمص جميل جدا بصراحة. استوت اهيت يا حبايبي واتسبكت معانا. هتاخديها بقى على الشواية في البوتاجاز تديلها وش كده، او في الفرن عادي حسب ما تحبي. خلاص الصينية بقت جاهزة معانا اهيت، بألف صحة وعافية يا رب. اتمنى ان الطريقة تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك حبايبي، وبألف صحة وعافية يا رب.